وأول تقرير ويانا حاضر عمر الهلالي بتقرير جدا مميز. تحياتنا لك يا عمر، زيارة إلى قصار القامة في محافظتنا الحبيبة كركوك، وكيو دائما نقول لك. قصر القامة لم يمنعهم من المطالبة بحقوقهم شأنهم شأن باقي الأسوياء، ليكن لهم اتحادا يمثلهم عسى أن يحقق لهم أحلامهم بعد أن نالت منهم نظرة المجتمع وحكمه. في الحقيقة احنا كقصار القامة كهموم مطالبنا كثيرة ونطلبها من فترة كثيرة يعني. بس المطلب الرئيسي اللي هسه اللي نطلبه واللي هو يعني منبع الوضع اللي هسه نطلبه في الوقت الحاضر، الاتحاد الرياضي اللي احنا نطلبه يعني اسوة للفئات الأخرى كالإعاقة والمكفوفين والذوي السمع البسيط. فاحنا منا كفئة قصار القامة نطلب ينجز لنا اتحاد خاص لقصار القامة، وهذا الاتحاد مو يعني أول اتحاد، هو موجودة في 11 دولة تقريبا بالعالم، يعني اتحاد خاص لقصار القامة. نظرة المجتمع لجمعية قصار القامة ما أدري شلون نظرة، ينظرون نظرة ضعيفة، نظرة ضعيفة كمثل طفل يقشمرون علينا. تروح غير دولة ما حد يدير باله على أحد، كله بطريقة يمشي، كل مكان يمشي طريقة. بس دولتنا مثل نقص يعتبرنا ناقص يعني. احنا كجمعية في كركوك جمعية ما نحتسب جمعية كركوك فقط، احنا جمعية قصار القامة بكل انحاء العراق. فما الطلب اللي نطلبه طلبناها اكثر من مرة واكثر من محافظة، مو بس كركوك. طلبناها من البارالمبيا بس اخذنا الرد بالرفض. السبب يعني ليش؟ والله ليش الرفض هذا يعني؟ والله ما عندهم سبب قانوني. احنا عندنا اللي نطلبه هاي حق من حقوقنا. احنا كل اصناف عندها، كل الفئات عندهم اتحادات خاصة لهم، فليش ما يصير احنا أنا اتحاد خاص؟ ماكو فرص عمل، أقدمية للطويل. القصار قامة إلا واسطة تعطي فلوس، يعني دور واسطة كبيرة. يلا اللي يتعين والشهادة. زين، يعني انت شو طالب الحكومة او منظمات المجتمع المدني توفر لكم؟ أول شيء طالب الحكومة يوفر لجمعية قصار القامة موقع عمل. الموقع قصار القامة، لأن هاي موقعنا باقي له سنة يطلعون بإيجار ماله هواية. نطالب الحكومة موقع خاص لقصار القامة وكبير الحجم. حكومة محلية طبعا، كما تعلمون الحكومات المحلية ميزانياتهم محدودة، مو كمثل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية هو جهة القرار، وهو كل شيء يعني الشغلات الرئيسية متصلة له. فالحكومة المركزية احنا نشكرها طبعا، ساعدنا بس على قدر الإمكان، وهذا المساعدة ما يكفي المطالب اللي احنا نطلبها. يعني مثل يعني عضو وياهم، لا أساعدهم لأن ما عندهم بنية وياهم، لا أساعدهم، لا أسوي لهم شاي يعني أنظف الدائرة شوية، يعني شو اسمه
وما حد يعني ماكو يدعمنا. احنا هيجي مكان يعني مو كلش زينة وهاي، واحنا نريد يعني يسوون في الجمعية، يعني تابعين للجمعية حتى يساعدنا على بإمكانياتنا، يعني إمكانية ما عندنا. زين تعرف يعني كنت تطلعين تسوقين او تطلعين بالشارع، شو نظرة المجتمع؟ والله النظرة مو زينة يعني، لأن احنا مو يعني بنظرهم يعني أقل من عندهم، أنقص من عندهم، يعني مو تمام يعني جسديا يعني نظرة عطف، قسم نظرة عطف ينظرون علينا، قسم يعني نظرة يجي نظرة مو حلوة علينا، يعني مو بحريتنا نفتر، ولازم يعني إذا نروح فد مكان نضم نفسنا، يعني ما نريد نختلط يعني بين كل الناس، يعني اكو قسم ناس متفاهمين اكو ما متفاهمين. قصر القامة لم يمنعهم من المطالبة بحقوقهم شأنهم شأن باقي الأسوياء، ليكن لهم اتحادا يمثلهم عسى أن يحقق لهم أحلامهم، بعد أن نالت منهم نظرة المجتمع وحكمه، وأتقاضى عنهم المسؤولين. لبرنامج شباب وبنات، عمر الهلالي، السومرية، كركوك. شكرا زميلنا عمر على هذا التقرير. قصار القامة ليس معاقون جسديا أو عاجزون عن أداء بعض الأعمال لعدم امتلاكهم البنيات الجسدية